السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم آدم. ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هعمل بس مجرد سمري بسيطة عن التايبز اوف بروتين أو أنواع البروتين وبس. ما تنسوش بس تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا. عندنا نوعين من البروتين. النوع الأول هو السمبل بروتين، واللي هو باين من اسمه إن هو سمبل بمعنى بسيط. هقول لك أنا فاكر في الكربوهيدرات لما خدنا المونيمر بتاع البروتين كان إيه؟ الأمينو أسيد، مظبوط. هو ده بقى السمبل بروتين، عباره يا معلم عن امينو اسيد اونلي، مش محتاج حاجه تانية مع الامينو اسيد. فاهم قصدي؟ اللي هو مجرد امينو اسيد ومش معاه اي حاجه تانية. فاهم قصدي؟ بس ده كده السمبل. هتقولي ده السمبل بروتين، اقول لك اه والله السمبل بروتين خلصت خلاص. طيب النوع التاني من كونجوجيتد بروتينز بيبقى عباره عن ايه يا معلم؟ بيبقى عباره عن امينو اسيد برضو بس معاه اليمنت تاني. بمعنى لازما عشان يتكون كونجوجيتد بروتين او اقدر اقول على التايب اوف بروتين ده كونجوجيتد او كونجوجيتد بروتين، فلازم يبقى متكون من امينو اسيد ومعاه اليمنت تانية اذر اليمنت. زي ايه؟ تعالى اوريك 4 امثله. عندك الامينو اسيد مع النيوكليك اسيد بيعمل لنا ايه؟ الكروماتين. يعني ده في الاخر such as كروماتين. وتاني نوع الامينو اسيد مع الفوسفورس، وده اللي بيكون لي الكازين. يبقى في الفوسفوريت اللي موجود في الملك، تمام، موجود في الملك عادي. تالت نوع هو الامينو اسيد مع الايودين، وده اللي بيعمل لي الثايروكسين. فاكرين الثايروكسين؟ كده خدناه في بريف 3. ثايروكسين فاكر؟ ثايرويد جلاند. يبقى ايه اللي هي الثايروكسين؟ هو السكريتس فروم ثايرويد جلاند. ورابع نوع معانا هو الامينو اسيد مع الايرون، وده اللي بيعمل لي الهيموجلوبين، وده اللي بيبقى موجود في الريد بلاد سيلز او كرات الدم الحمراء. وبس يبقى كده خلصنا التو تايبس اوف بروتينز. سهله قوي مش كده؟ برضه ما تنساش ان الهيومن بودي بروديوس 11 تايبس اوف امينو اسيد، فعشان كده مهم جدا ان انت تاكل الاكل اللي فيه بروتين عشان تبني جسمك، او بمعنى انك تدي جسمك الامينو اسيد اللي محتاجه عشان تبني جسمك. فاهم قصدي؟ وبس دي كان مجرد سمري لتايبس اوف بروتين، واتمنى ان انا اكون افدتك. وبس اشوفك في فيديو جديد. مع السلامة.